كلنا شفنا اليوتيوبرز وهم يبدون محتواهم من الصفر ويبدي محتواهم يتطور ويصعد ويا الزمن بالتدريج. بس هل من الممكن انه الشخص يتعلم شلون يصير يوتيوبر فترة زمنية كلش قصيرة؟ فاليوم الساعة 1 الصبح راح اتعلم شلون يصير يوتيوبرية بيوم واحد. تابعوا لي الاخير حتى ما ادري ليش، بس هو تابعوا لي الاخير وحطوا لايك. هذا اول شغله ممكن يفكر بها اليوتيوبر اللي هي المعدات. فيعني المعدات اللي يحتاجها اللي هي الكاميرا والإضاءة، طبعا إضاءة مع المايك. بس هاي شكلها يعني ما يتحمس. فانتوا تشوفون اليوتيوبرية عندهم هذا المايك اللي مثل الاسفنجة اللي فوق هاي اسفنجة بسوي دور محترم ما ادري هذا المايك. طبعا واضح كانت التجربة للضحك لا أكثر، بس اللي صار إشي صادم. المايك انطاني جودة مستحيل أي مايك ب$50,000 يعطيني إياه. ماكو هيك. هذا المايك خرافي. هذا المايك شلون وصلت يا ريت شلون وصلت. وهسه ننتقل للمرحلة الثانية واللي بيها راح نشوف اليوتيوبرية شلون يقدمون محتواهم. الطب اليوتيوبرية أول شيء يقول لك هلو جايز، بس كل واحد يعني وطريقته. يعني أما أقول أنا هلو جايز، يا أما أجيب مجموعة من الناس. تعال يلا مجموعة من الناس. هلو جايز شلون وشلون يسوون قصة للفيديو أصلا. فأعتقد لازم نسوي قصة. كل شيء بدأ من كنت قاعد بغرفتي أشوف اليوتيوبرز وهم يوصلون أرقام وإنجازات مستحيل أحلم بيها أصلا، وقاعد أقول بين نفسي إذا متى أظل هيك بس بروح وما أسوي أي شيء. عقدت على نفسي واتخذت القرار. هذا الوضع غير اليوم. بعد ما اتخذت هذا القرار قلت أحكي لأعز أصدقائي وكلش فرحوا بهذا الموضوع. يعني من أكثر الناس اللي شجعوني حتى من بديت لحد طبك مرض. والله ما توفرت عندك الأدوات اللي تحتاجها، خلصت من تقليد اليوتيوبرية وهاي السوالف، تنتقل إلى أصعب مرحلة اللي هي المونتاج، واللي بيها تقدر تغير أي فيديو من عادي أو ممل إلى ولهنا يا إخوان وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله استفاديتوا، ولو ما أدري شو استفادين. يعني أنا دا أتعلم شلون أصير يوتيوبر. أنت شكلك إيش عندك هنا؟ اطلع برا. الفيديو الأول إن اختاريت أول مشترك قبل لا أنشر الفيديو لغى اشتراك. فجأة حس إنه أهو ضجت. لا فجأة ضاج يعني. فالمشترك الأول صار علاوي عيش علاوي عامر، وهاي يعني شبته